السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله تكونوا قاع بخير وقاع مهنيين. اليوم جبت لكم وصفة اقتصادية بدون لحوم، وجبة كاملة تقدروا تستعملوها في شهر رمضان المبارك، هكذا باش نبدلوا شوية من الحريرة والشوربة، هكذا باش ننوعوا شوية في المأكولات نتاوعنا. كاين بعض العائلات شهر كومبلي يديروا غير الحريرة والبوراك. جبت لكم هذه الوصفة اقتصادية وبنينة بالبزاف وبالخف توجدوها. وهنا نروحوا طريقة تحضير العجينة السحرية اللي تجي بزاف خفيفة، تجي قطنية. نحتاجو كاس حليب يكون دافي، مغرفة كبيرة نتاع خميرة الخبز، مغرفة سكر تكون معمرة مليح. نخلطوهم مليح مليح حتى نشوفوا السكر تاعنا داب وخميرة الخبز انحلت. هنا نضيفو كأس فرينة يكون معمر، هذه كمرحلة أولى. ونخلطوا كامل المكونات، الفرينة مع خميرة الخبز والسكر والحليب، ونغلقوا عليها ونخلوها تختمر مدة 10 دقائق. بيان سور نخلوها في مكان دافئ هكذا باش تفعل الخميرة بالخف. وهنا بعد ما تفعلت لي الخميرة نتاعي، شوفوا الله يبارك كي ولات دارت البنابل او الفقاعات. هنا ضفت لها ربع كاس نتاع الزيت، والكأس دايما اللي استعملناه في المرحلة الأولى نكملو به. ونضيفو مغرفة كبيرة نتاع الخل، كما نعرفو الخل هو محسن للعجين ويخلي العجينة تاعكم قطنية وتجي خفيفة بالبزاف. ونضيفو ملعقة صغيرة نتاع الملح ونلمو العجينة تاعنا بالفرينة. ونضيفو الفرينة غير بشوية وعلى مراحل هكذا باش ما تحصلوش على عجينة تكون قاصحة. احنا نحوسو العجينة تكون طرية وشوية تتلاصق في الليد. هنا حطيتها في البلون دو طرافاي كما راكم تلاحظوا، ضفت لها الفرينه باسكو كانت خاصها. ونلموا العجينه تاعنا ندخلوا كامل هذيك الفرينه، وكما راكم تلاحظوا ما خليتهاش تنشف كامل، راهي شويه تلصق في الليد حتى نحصلوا على عجينه تكون طريه بالبزاف. نخلوها على جهه تختمر، نغلقوا عليها ونوخروها بجيه. وهنا نروحو نحضروا لاصوب تاعنا اللي ساهله وتجي بنينه بالبزاف. كيما راكم تلاحظوا نجيبو لا كوكوط تاعنا، نحتاجو فيها حبه بصل تكون كبيره، نقطعوها الى شرائح او مرصويات ما يهمش. ونحتاجو كميه مليحه او معتبره من الثوم، قد راس نتاع الثوم كامل نقوه ونديروه في لا كوكوط تاعنا. ونحتاجو زوج حبات بطاطا يكونوا متوسطين، نقطعوهم ونضيفوهم في لاكوكوط، كلشي نديروه بارد في بارد. وهنا نديرو كمية من الزيت قد 4 مغارف كبار يكونوا معمرين مليح. ونضيفو لهم ملعقة كبيرة نتاع زبدة تعطيها واحد البنة رائعة. ونضيفو لها لي زيبيس، درت شوية فلفل اكحل، شوية فلفل عكري، شوية سكينجبير، ومغرفة صغيرة نتاع ملح ما تكونش معمرة مليح. ونقلوهم مليح مليح على نار تكون هاديه. نخلو كامل هذيك المكونات يتقلوا هكذا باش لاصوب تاعكم تجيكم بنينه. وفي هذه المرحله بعد ما قليت الخضره نتاعي مليح مليح، ضفت لها الماء قد ربع كيسان نتاع الماء يكونوا معمرين مليح. وهنا ضفت لها نصف جامبو كما راكم تلاحظوا. ونغلق على لاكوكوط نتاعي وندير لها البوشون او الصفاره، ونخلي لاصوب نتاعي طيب على نار تكون متوسطه. وفي هاد المرحله نولو العجينه تاعنا السحريه اللي تجي بزاف خفيفه، راهي خمرت شوفوا الله يبارك. انا في كامل المملحات نستعمل هاد العجينه ما نبدلهاش. نتمنى تجربوها باش تولي معتمده عندكم هكذا باش ديروها في شهر رمضان المبارك. وخلوا لي رايكم في التعليقات. نديغازيو العجينه تاعنا ونشكلوها على شكل كريات. شكلت 2 كريات والعجينه الاخرى درتها في الفريجيدان كي نسحق نتلاقاها واجده. وانتوما على حساب عدد افراد العائله. نرشو شويه لافارين في البلون دو طرافاي كما راكم تلاحظوا، ونسرحوا العجينه تاعنا على شكل مستطيل. هنا المستطيل تاعنا ما يكونش كبير كبير وما يكونش صغير، يكون متوسط كما راكم تلاحظوا. ونجيبوا الاطراف وندوروهم ونشكلوهم على شكل قارب كما راه موضح في الصورة.
لازم هادوك الاطراف نغلقوهم مليح مليح باش كي يطيبوا ما ينحلولناش ويجو بومبي. وهنا لا شفتوا كمية زائدة من العجين نحوها بالموس كما راه موضح امامكم. ونجيبو بلالي يدخل للفرن نديرو عليه ورق الطهي او ورق الزبدة ونرفدو القارب تاعنا ونحطوه في البلا ونشكلو الحبة الثانية بنفس الطريقة على شكل مستطيل، ما يكونش كبير وما يكونش صغير، ونشكلوه على شكل قارب نقدبوه من الاطراف كما راه موضح امامكم. طريقة بزاف سهلة، ندورو كامل هذوك الاطراف وتجينا الطريقة تاعنا سهلة. ما تخافوش من العجينة باسكو ما عاديش تغبنكم كامل، راهي مروبوزيا. نبدو القارب الثاني ونديرو في البلا تاعنا، وفي هذه المرحلة نكونوا مسخنين الفرن في اعلى درجة ونسقموا القوارب تاعنا مليح مليح في البلا هكذا باش الشكل يخرج لنا شباب. وهنا الحشو اللي يكون متواجد عندكم ديروه. هنا كنت استخدمت لاصوص كنت موجدتها ومطيبتها من قبل، ما صورتهاش معكم باسكو كامل تعرفوا ديروا لاصوص. استعملت فيها كمية من الطماطم، 2 حبات ولا 3 يكونوا كبار، ملعقة كبيرة طماطم مصبرة، سنة نتاع الثوم، شوية زعترة، وخلي الطماطم تاعي طيب على نار هادية. وضفت لها ملعقة صغيرة نتاع سكر هكذا باش تقلع لي هذيك الحموضية نتاع الطماطم المصبرة، وبيان سيغ ملعقة صغيرة نتاع الملح وشوية فلفل اكحل وريقة نتاع الرند، وخليت الطماطم تاعي طيب في خاطرها. نعاود نولو الحشو تاعنا. هنا استعملت كمية من الجبن اللي يكون متواجد عندكم نتاع مثلثات او المربعات او نتاع البيضو. درت كمية من اللونشون، نتوما اللي يكون متواجد عندكم كيما الكاشير ولا الباتي تقدروا تستعملوه، وشوية زيتون اخضر كما راكم تلاحظوا قطعته الى شرائح، وزدت فرماج رابي من الفوق هكذا باش تجينا بنينة بالبزاف. وكانت هذه هي البيتزا نتاعي او القوارب نتاوعي اللي يجوا بزاف بنان وخفاف ريشه. ندخلوهم للفوق يتحمروا او يطيبوا. شعلت عليه من الاسفل وكي نشوفهم طابوا نشعلوا عليه من الاعلى. ونأكد لكم على الفور او الفرن يكون محمي مقبل على اعلى درجه هكذا باش كامل المعجنات نتاوعكم يجوكم ملاح وخفاف. ونولو لاصوب تاعنا بعد ما طابت نجيبو با ميكسير ونطحنو كامل هذيك الخضار، لازم نطحنوهم مليح مليح، ونضيفو لهم كمية من الفرماج. انا ضفت ملعقة كبيرة نتاع الفرماج، وانتوما تقدروا تضيفوا 5 حبات نتاع الفرماج. وعاودت ميكسيت كامل هذاك الفرماج، وكمرحلة اخيرة ضفت لها شوية نتاع زعترة ورديتها فوق النار تكون قليلة. وها هما القوارب نتاوعي اللي طابوا بالخف باسكو كنت مسخنه الفرن، جاو بزاف خفاف ريشه وقطنيين وزيد بزاف بنان. نتمنى تجربوا هاد العجينه او الطريقه السحريه اللي تجيكم خفيفه بالبزاف وبنينه يحبوها كبار وصغار. مع هاد لاصوب ما نحكي لكمش ولا اروع. نتمنى تجربوا هاد الوصفات اللي بزاف ساهلين اقتصاديين بدون لحوم، وزيد البنة نتاعهم ما تنسوهاش، وزيد ما ياخذوكمش كامل الوقت. كانوا هادو هما الوصفات اللي خيرتهم لنهار اليوم، بزاف ساهلين بزاف بنين. نتمنى تجربوهم وتخلوا لي رايكم في التعليقات، وتزيدوا تبارطاجوا مع احبابكم وتخلوا لي لايك شابة وكبيرة.